كلوجيك بروجرامينج اصلا. يعني افتكر في مره ان انا دخلت انترفيو، فما حدش قعد معايا. هو جه سلمني ورقه كده ومشي وقال لي اكتب لي الحل بس. وكانت الورقه مش عارف حاطط لي فيها شويه اسماء لامهات، يعني امهات، اسمائهم واعمارهم. يعني مثلا واحده اسمها فاطمه، عمرها 30 سنه. واحده اسمها مش عارف عنايات عمرها 20 سنه. وفتحيه عمرها 25 سنه. تمام كده. وبعد كده جايب لك بقى ايه مجموعه اطفال. قال لك والله في الطفل محمد عنده 10 سنين، والطفل محمود عنده 50. 50 ايه مش كده، ما بقاش طفل عنده 8 سنين، ومش عارف وهكذا. تمام. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك مدى احتماليه، قسم لي كده احتماليه دماغك انت في ترتيب مريم دي اللي عندها مثلا 30 سنه تبقى ام مين. انت فاهم الفكره؟ انت تحلل بقى. اه ما يعني فانت قعدت تعمل ايه بقى؟ انت قعدت تحط كونديشنز اصلا واحتمالات وبتاع وكلام من ده. تقول ايه والله لا مش منطقي ان هو عنده 15 سنه وهم عندها 20 سنه، باذن ده مستبعد. تمام. قعدت تحط احتمالات وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر طلعت بمابنج كده. قلت والله احتماليه ان ده يكون ابني ده يبقى قد كذا، واحتماليه ده كذا، واحتماليه ده كذا. تمام. لدرجه ان احنا بعد كده لعبناها ايه لما كان في ام عندها مثلا 4 اطفال، بس تيجي تلاقي ان هم مش كلهم بادئين بنفس تلاقيهم 3 بادئين مثلا بنفس الحرف. هم بادئين بنفس الحرف. احمد، ادهم، ايسر، اي حاجه. والرابع لا بادئ بحرف مختلف. تستبعده ليه؟ هي الست دي في الغالب بتسمي بنفس الحرف، فجت في ده لا مش فاهم الموضوع. ده كان انترفيو. ان انت ما دخلت اصلا ولا اتسالت لا في كود ولا في اي حاجه. ما هو كود معروف ان انت هتعرف تكتب كود. احنا قلنا ان كتابه الكود هي ايه؟ اسهل شيء. اسهل شيء ان انت تكتب كود، ولكن الاصعب انك تفكر قبل الكود.